بصوا بقى النهارده هعمل المسقعه بالفراخ. احنا متعودين ان احنا بنعملها باللحمه المفرومه. المره دي انا هعملها بالفراخ، ودي جديده وحصري على قناتي. طبعا احنا هنغسل الفراخ كويسه وهنقطعها قطع صغيره خالص. دلوقتي انا بحمر في البطاطس ومحضره بقى هعمل التخديعه بتاعه المسقعه. هنحط الزيت وهحضر هنا. بحب انا بعملها بالبصل الجوانح، وهفضل اقلب فيها لحد ايه اما البصله تدبل شويه. وبعد كده هنزل بحته تومه. التوم بتاعنا ريحته يطلع. اروح جايبه ايه كزبره ناشفه ونازله عليها وحبه بهارات، والبهارات والتوابل دي من ذوقك انت واللي انت بتحبيه في بيتك. آه شوحت كده شويه مع بعض، وبعد كده هنزل بقطع الفراخ اللي انا مقطعها صغيره خالص. هقلب فيها لحد ما تتشوح وتاخد التسويه بتاعتها. وبعدين اروح نازله بالطماطم اللي انتي عصراها. انا هنا نزلت بالفلفل الاسود عشان خاطر ايه الزفاره. بعد كده هنزل بالطماطم والكمون. اشوح. هنزل بقى بالطماطم بتاعتنا واسيبها بقى تتسبك مع نفسها، واحط الملح بتاعها. وخدي بالك ان انت مملحه البتنجان، فما ايه ما تزوديش في الملح الا لما تخلصي البتنجان وقليه وتشوفي البتنجان طعمه ايه. وهتنزلي بقالب ماجي كمان في التخديعه بتاعه الايه المسقعه. هنا بقى انا خلصت البطاطس وهبدا في آلية البتنجان. واللي وصل لحد هنا يعمل لي لايك ويحط لي ويدوس على الاشتراك بتاعي، ويدعموني لو سمحت. انا خلصت هنا البتنجان وقليته. اخر حاجه انا هقلي الفلفل. احط بقى كل حاجه على بعضها، انا ما برتبش ولا بحط طبقه او طبقه، انا بحط كله على بعضه. واروح نازله. خلاص التسبيكه بتاعتي خلصت بتاعه المسقعه. اروح نازله عليها بالوش. اروح محضره بقى هنا حبه زيت صغيرين، وهعمل توم بالخل. بس اهم حاجه تحطي وانت بتقلي التوم تحطي ايه شويه كزبره ناشفه وحبه كمون. وبعد كده في الاخر خالص بتحطي حبه الخل بتوعك. مع بال ما بتخلصي التومه والخل تكون المسقعه خدت ايه تسبيكه في الطماطم بتاعتها، البتنجان يعني مسقعه. وهتطلع والله والله وهم جربوها وهتدعوا لي. وادعموني لمطبخ ام فيروز جهان زهران. وان شاء الله ان شاء الله تعجبكم هي وهم. هسيبكم بقى تكملوا بقيه الفيديو. حطيت كمون وحطيت كزبره. هسيبكم تكملوا الفيديو وتقولوا لي رايكم لما تعملوها. محدش ياخد باله بقى من الطاسه اللي هي ايه ايديها معوجه دي وسايبه، عشان هي كده عماله اعمل بيها بالمفك. ما بترضاش، يعني ما بترضاش تتربط. يلا اللي وصلت معايا للاخر تحط لي اللايك بتاعي وتشترك في القناه. وادي شكل المسقعه جباره.